ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. معاكم كريستينا من قناه دبري وفري مع كوكي. تعالوا نعمل مع بعض الغدا النهارده. هنعمل كنتاكي بطريقه بسيطه جدا، سهله جدا، حلوه قوي قوي قوي، يعني بص فوق ما تتصور. طريقتها بسيطه وسهله جدا. هي معايا دبابيس من الفراخ مغسوله كويس بالملح والخل والليمون، تمام، ومتنشفه كويس. هبتدي ان انا افتح فيها فتحات كده عشان التتبيله توصل لايه، اللحمه من جوه. هسيبها بقى كده على جنب، وهبتدي اشتغل في الخلطه التتبيله اللي انا هنقعها فيها. عباره عن ملح، فلفل، بصل باودر، توم باودر، بابريكا، بهار فراخ، تمام. هحط كل التتبيلات الخلطه دي على بعض كده، وهحط عليها كوبايتين من الميه السخنه. انا بس عشان تديني نكهه البهارات دي، تمام. انا ممكن اكون حطيت البهارات دي زي ما هي على الفراخ وتبلتها وحطيتها في التلاجة، بس مش هتخش للحم بتاع الفراخ من جوه، فانا عايزاها تتبل كويس قوي من بره ومن جوه. فهعمل الخطوه دي مهمه جدا في الكنتاكي. هقلب البهارات دي كده كويس كلها مع بعض، وهصفيها عشان مش عايزه التفل بتاع ايه، التوابل يعني. مش هحتاجه في حاجه، كده كده انا قلبت التتبيله كويس قوي. يلا قولي. ايه؟ دلوقتي بقى ابتدي انا اجيب مصفى كده واصفي ايه الخلطه ديت. بصوا كل البهارات الحاجات دي، التفل بتاع البهار انا مش محتاجاه في حاجه، تمام. اهي بالشكل ده كده. هحط كمان معاها كده معلقتين كبار من الخل، هيطعموا الفراخ وهيخلوها طريه. ودي كوبايه من اللبن الرايب. هقلب الخلطه الحلوه دي كده مع بعض، واحط فيها الفراخ، هحطها في التلاجة مده 6 ساعات. اقل حاجه تحطي فيها التتبيله دي 6 ساعات. لو ممكن امكن ان انت تحطيها من بالليل برضو مفيش مشكله، تبقى احلى واحلى كمان. اهم حاجه الفراخ بتاعتك تكون حجمها صغير، ما تكونش كبيره، عشان ما تاخدش، ما تستويش من بره، ومن جوه تكون ايه، لسه فيها حاجه ما استوتش. لو انت الفراخ بتاعتك كبيره يبقى اسلقيها واعملي نفس الخلطه دي، تمام. لو صغيره اعملي زي ما انا عملت كده. هسيبها بقى، وبعد كده ارجع لكم تاني نشوف هنعمل فيها ايه. بصوا كده، هعمل بقى معاكم الخلطه اللي هي هتتحط فيها. هنا هعمل خلطتين، خلطه سايله وخلطه ايه، عاديه يعني. هنا البهارات اللي احطها فيها، احط 3 معلقه كبار من نشا وملح وفلفل، جنزبيل، شويه من الكركم، وشويه من الزعفران، عشان يدوني لون حلو للفراخ من بره. دي الخلطه اللي هي السايله. هحط عليها كده حوالي كوبايه ونص من الميه، لغايه ما تبقى عجينه شبه عجينه الكريب كده. احتاجت ميه تاني، فهحط لها بقى ايه شويه بشويه كده لغايه ما اخد السمك اللي انا عايزاه. بصوا لونها بقى حلو ازاي.
القوام ده كويس بالنسبه لي، مش هحتاج ان انا احط له حاجه تاني. اهي بالشكل دوت. كده تمام. هسيب الخلطه دي على جنب ونشوف المكونات الجافه هتبقى ايه. هنا برضو حطيت كوبايه ونص من الدقيق، وبرضو في التتبيله السايله حطيت كوبايه ونص من الدقيق. هحط عليها شويه من الملح، شويه من الفلفل، شويه من الثوم البودر، معلقه كبيره من النشا، ومعلقه بصل باودر، ومعلقه من الكركم. تمام. هقلب برضو المكونات الجافه كده كلها مع بعض. يعني هحط فيها بصل باودر، ثوم باودر، ملح وفلفل وشويه من الكركم. هقلب كل المكونات دي كده مع بعض، وهجيب الفراخ ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. دلوقتي انا كده صفيت الفراخ من الوصفه اللي انا كنت حطاها فيها في التتبيله السايله. هحطها بقى في التتبيله السايله التانية ديت اللي احنا بهرناها مع بعض، واطلع منها على الدقيق. كده غمستها كويس قوي. هغطي بقى بكفر كده من الدقيق كويس قوي، واضغط عليها عشان تبقى إيه كفر حلو قوي بيقرمش معاكي زي ما بناكله من بره يعني. بص هشيله من هنا بقى، هحطه في ميه اهي، وهرجع احطه تاني في التتبيله عشان يديني من طبقه قرمشه اكتر. بصوا نفضيها كده تنفضتين عشان ايه تنزل اي زيادات من عليها. اهي بالشكل دوت. هعمل معاك واحده كمان. منها على الدقيق المتبهر، واحط على الميه وارجع احطها في الدقيق تاني. بالشكل دوت. هخلص كل الكميه بقى. هنا خلصت الكميه كلها، وحطيت زي حله كده غويطه تكون فيها زيت نظيف، يكون سخن جدا. واول ما تحطي الفراخ هدي درجه الحراره عشان ما يشربش الزيت ويستوي من بره وما يستويش من جوه. لا احنا عايزين يبقى مستوي من بره ومستوي من جوه. واوريكم في اخر الفيديو ازاي هو انا سويته وطلع مظبوط معايا قوي. مش هحط كل الكميه طبعا، هحط قطعتين قطعتين كده عشان ايه يستووا براحته. بصوا ابتدت هنا تاخد لون كده كويس. طبعا مهديه النار عليها عشان تستوي براحتها من بره ومن جوه. هسيبها برضو شويه كمان كده عشان اضمن ان تسويتها كلها ايه واحد. بصوا كده استوت تمام قوي. هخرجها بقى على مناديل مطبخ. بصوا ريحتها وطعمها وشكلها كان بجد عجب كل اللي كله. بألف هنا اللي جرب نفس الطريقه ديت. هخرجها كده على مناديل مطبخ عشان لو فيها اي زيت يمتصه، وهكمل بقيه الكميه.
تمام كده. بصوا كده بعد ما خرج استوى حلو قوي. وعايزه افتحها لكم برده من جوه عشان اوريكم قد ايه هي مستويه. بصوا طبقه القرمشه والكفر الخارجي اللي بره حلوه قوي ومستويه جدا من جوه، وهفتحها لكم برده. بصوا تمام مستويه ودايبه خالص، ما فيهاش اي زفاره خالص. بصوا اللحمه ابيض زي البفتة. يا رب الفكره بتاعت النهارده تكون عجبتكم، واقدر اكون قدرت افيدكم بحاجه صغيره. ما تبخلوش عليا باللايك والشير والسبسكرايب لو اول مره بتشوفوا القناه، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي. باي باي. I like your mama.